في محاولة خطيرة، كرة صعبة جدا ومراد بن رفان. نعيش الدقيقة 10 من الشوط الأول، النتيجة 0-0 بين اتحاد العاصمة وأمل الأربعاء. ترجع لأندريا، راح يسدد، لا يمد كرة لمن؟ عبد اللاوي بن سوغر، ومحاولة مراد بن رفان هايلة، كانت رائعة. هاي كانت لقطة جميلة جدا، مجموعة شوف كانت رائعة. يشارك في المحاولات ناحية من وشويح سوغير، كانت يعني بالمحاولة مراد بن رفان. ترجع كيسان ومحاولة ومراد بن رفان على مرتين. الفرق اللي مشت محاولة وسوغير وشويح والهدف والإصابة الأولى لدرفلو. درفلو يسجل الإصابة الأولى في الدقيقة 28. أسامة درفلو يسجل الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة، مضاف لحد الآن لفريق اتحاد العاصمة. يبقى هذا فقط دون نقول محاولة وتعديل النتيجة من سامي يشير، لا بل مساعد الحكم يرفع رايته. مررش كرة كمان. شوف اشيو كيف انطلق، الحكم خلى اللعب متواصل، وهنا الحكم على اللقطة هل كان في وضعية تسلل يشير أم لا. يجي موجود في كرسي الاحتياط اشيو حسين، ولقطة صفق لها جمهور الاتحاد. هذا اللعب الجماعي طبعا، لكن محاولة من فرحات محاولة والهدف الثاني، والهدف الثاني من سوغير، الهدف الثاني في الدقيقة 41. هدف كان جميل لأنه التوزيعة كانت جميلة. شويح أسرع، ترجع الكرة بل الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول، ما أعلنش عن الخطأ. ومحاولة لفرحات، يفتح ناحية رأسية ناجي، يسجل الهدف الثالث. ناجي سجل الهدف الثالث طبعا في الدقيقة 30، من الشوط الثاني. إذا 3 أهداف لا شيء بالنسبة لي. شوف الإعادة وفتحها يعني على طبق، سجلها بكل سهولة، لأنه لم يكن اللاعب يعني اللاعب كان دون حراسة وارتقاء. وعمر حمادي بلوغين، ومحاولة من بن موسى والهدف الرابع. بن موسى مدفعية من بن موسى